يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم علا ودي قناتي، وان شاء الله النهارده بقى فيديو جديد كده وروتين جديد ويوم جديد. صباح النشاط. مش عارفه اقول لكم صباح الخير ولا اقول لكم بقى مساء الخير، لان الروتين بتاعنا النهارده كده بادئ من بعد الظهر، يعني مش من الصبح خالص. ف يعني هقول لكم مساء الخير وصباح الخير في نفس الوقت. حبيت كده اشارك معاكم اليوم ده. يعني اشجعكم كده. يعني انا بحب الصبح يا بنات اقوم كده، اشجعكم ان انتوا تاخدوا وقت كده لنفسكم. بجد يعني مش كل حاجة ما تقوميش كده على طول من النوم ان انت على البيت وعلى الشغل والتنظيفات، لا لازم تاخديلك كده جو. اعملي لك جو كده لوحدك، لان نفسيتك هتتغير. بحب ان اشارك معاكم الحاجات دي. يعني انا على فكرة بنزل بقالي فترة بنزل اتمشى، بس طبعا انا مش بعرف اصور خالص يا بنات بره البيت خالص، بس المره دي والله قلت لا هشجع كده واصور لكم حته يعني. بس فعلا انا مش بعرف اصور يعني خالص بره البيت. فكل اللي عايزه اقوله لك ان انت خدي بالك من نفسك، روق على نفسك. يعني ما تبقيش ضاغطه نفسك في حاجات كتير. خدي وقت، شوفي الوقت اللي انت ينفع ان انت تاخديه وتقضيه مع نفسك خديه. يعني انا مثلا بقوم الصبح اللي هو الوقت البدري قوي ده، بقوم بدري وبقعد مع نفسي. لازم الشويه دول اقعدهم كده مع نفسي في رواق، بيفرقوا معايا باقي اليوم. اسعدي نفسك، عايزه اقولك اسعدي نفسك. جيت انا قايله لكم في الفيديو اللي فات ان ببقى في الشتاء يعني ايه ممكن ازيد شويه في الوزن بسبب ان انا بعمل معجنات كتير، او ان انا بعمل حلويات كتير بقى. وانتوا عارفين بقى ان الشتاء اصلا كلنا كده ايه بناكل فيه كتير والبرد بقى بيجوع وكده. فبدات ان انا انزل، يعني ايه امشي شويه تحت. باخد بنتي كده معايا وبنزل، ممكن انزل لوحدي وممكن انزل اخد بنتي معايا كده ونتمشى. فبجد الموضوع بيفرق معايا جامد. اما بتتمشي كده حتى وانت ساكتة، انا بحب اتمشى كده وانا ساكتة يعني. بمشي كده وانا ساكتة كده، يعني ما بحبش اتكلم حتى. فبجد بيديكي كده صفاء. يعني مش عارفة اقول لكم ايه والله، بس هو احساس حلو ان انت كده تتمشي، زي رياضة كده. فبجد يا بنات حاولوا كده ان انتوا تروقوا على نفسكم. الضغوطات حوالينا كتير والدنيا صعبة. فبجد بجد علشان خاطر ان انت كده تعرفي تمشي الدنيا وتعرفي كده تسعدي بيتك واهل بيتك وولادك وجوزك وكل ده، لازم انت نفسك تكوني مبسوطة، ولازم انت نفسك تكوني مروقة دماغك كده وعاطية لنفسك شوية رواق، ولو بحاجة بسيطة خالص. لو كوباية نسكافيه كده هتعمليها وهتقعدي كده مع نفسك شوية تروقي. بجد لو انت مبسوطة بيتك هيكون كله مبسوط، وهتعرفي بصي تسعديه بشتى الطرق يعني. انما لو انت بقى يعني في نفسيتك حاجة او نفسيتك تعبانة او كده، بجد بجد مهما تعملي مش هتعرفي خالص ان انت تظبطي امورك يعني. خلاص بقى اتمشينا وخلاص. نطلع بقى نشوف ايه اللي ورانا. فطلعت كده كنت بصراحة كنت عجنة كده شوية قرص قبل ما انزل وسبتهم يخمروا وايه هو كان بعد الفطار يا بنات، احنا فطرنا وكده. وقلت لهم انا هعجن القرص وكده وهنزل اتمشى، وفعلا عملت كده ونزلت. ف يعني ايه خلصت وطلعت بقى، كانت القرص كده خمرت وقرصتها زي ما انتوا شايفين كده. انا عملتها معاكم كتير عشان كده مرضتش يعني اصور وانا بعجنها. هسيب لكم برضو المقادير بتاعتها في صندوق الوصف اللي حابب ان هو يعملها، بس هي سهله وبسيطه خالص. فانا كده كانت خمرت وقرصتها وبططتها وسبتها كده بقى ايه تخمر. كنت عامله اوردر كده من بتاع الفاكهه يعني وكده، فكان جايب لي الحاجات دي ففضيتها وكده. والقرص بقى كنت كورتها وسبتها، ببقى يعني ايه كوريها كده وسيبيها علشان العجينه بتبقى شاده، وخاصه ان الجو برد فبتبقى شاده كده معاكي، فلازم تقعدها ترتاح شويه بعد ما انتي بتكوريها كده.
فبصراحة كورتها وسبتها كده حوالي 3 5 دقايق كده عقبال ما عملت يعني الفاكهة، وبعد كده رجعت ان انا بططتها تاني زي ما انتوا شايفين. بحب انا اعملها يا بنات لو عندكم اطفال، ممكن ان انتوا تقسموها كده، بتبقى سهلة عليهم لو هم هياكلوا بها لبن او شاي بلبن او كده، احسن ما بتبقى يعني مدورة، فبتبقى سهلة كده. طبعا كل ده كان الوقت، انتوا عارفين النهار بتاع الشتاء ده بيخلص يعني في مفيش بصراحة. فقلت كده يعني، واليوم ده بالذات كانت الشمس طلعت شوية وبعد كده راحت، وانا تحت وما طلعت حسيت ان انا بردت جامد، فقلت بقى ما اعمل لهم نسكافيه واشرب كمان انا نسكافيه قبل ما اعمل اي حاجة خالص. فعملت كده النسكافيه ده اللي انا عاملاه معاكم المرة اللي فاتت. على فكرة حلوة قوي يا بنات، جربوه بيعمل رغوة كده حلوة. بس زي ما قلت لكم اهم حاجة ان السكر اللي انتوا بتستخدموه ما يبقاش اللي هو سكر التموين، لان سكر التموين مش بيخليه يعمل رغاوي، بيخليه كده يعمل فقاعات من على الوش. هو عايز اللي هو السكر الحر اللي هو الابيض الناعم قوي. او ممكن على فكرة لو التموين وكده، ممكن ان انتوا تدوله ضربة كده في اللي هي المطحنة. ممكن تدوله ضربة صغيرة كده وبعد كده تستخدموه. طبعا كنت كده قعدت في البلكونة مع الولاد وشربت النسكافيه والحمد لله. وكان بقى ايه العجين خمر او القرص بتاعتي خمرت. على فكرة يا بنات القرص دي سهلة قوي، عملتها معاكم كتير قبل كده. ويعني هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بتبقى موفرة حاجة كده انت عاملاها في البيت حلوة، جنب كوباية شاي جنب كوباية لبن للولاد. يعني ايه، املي بيتك بالخير كده. الدنيا بجد اليومين دول صعبة ان انت تشتري كل حاجة من بره، فالدنيا صعبة فعلا، الدنيا صعبة. فحاولي ان انت تعملي يعني الحاجات دي في البيت بتفرق معاكي جامد. يعني بدل ما هتروحي مثلا تجيبي لكل طفل البسكوتة، اقل بسكوتة دلوقتي ب4 و5 جنيه. فشوفي بقى انت لو عملتي ده وعندك نيوتيلا عندك مربى حطيت لهم عليه كده جبنة، يعني هتقدمي هتمشي امورك. انما كل حاجه ان انت تعتمد ان انت تشتريها من المخابز ومن بره، فبجد هيبقى الموضوع صعب قوي. كنت دهنت وشها يا بنات كده وسبتها كمان، يعني لما الفرن سخن ببقى احطها كده من فوق. الفرن بيبقى بيطلع سخونية بتخمر كمان اكتر واكتر وبتبقى حلوة قوي قبل ما تدخل الفرن. تعالوا بقى الفكرة دي، كان المج ده عندي كده مكسور، فبصراحة عاملاه كده عارفين كده زي حامل اللي هو الهاند بلندر، حلوة قوي على فكرة. بحطه كده وبحطه في الضلفة وبشد، ما باجي اخده وبشد من الايد، يعني سهل جدا. يعني بصوا زي اعادة تدوير كده بدل ما ارمي المج وكده. فانا استخدمته بصراحة كده وببقى مبسوطة قوي يا بنات باي فكرة بتفيدني كده، ان انا بعملها وبتفيدني بصراحة، ببقى مبسوطة وببقى عايزة كمان افيدكم انتوا كمان. المج ده كان مكسور وعشان كده انا استخدمته، طبعا مش هينفع احط فيه حاجة سخنة، فاستخدمته كده يعني ايه، زي حامل للهاند بلند. تعالوا بقى ايه نعمل الغدا. طبعا كنت انتوا عارفين الساعة كانت بقت كام، كانت بقت 4:30 تقريبا. وانا بس انا يعني اللي متابعني كنت قايله لكم قبل كده ان انا في الاجازة ببقى اعمل اكل سريع، يعني اكل مكرونة مش عارفة ايه. انا طبعا عكس الناس دايما في الاجازات بتعمل اللي هو المحشي والحاجات دي، وانا عكسهم خالص. ببقى اعمل اكل سريع كده، وببقى عامله حسابي وانا يعني بكيس اللحمه المفرومه وفي الفراخ وكده. ببقى عامله كده قطع صغيره ممكن ان انا اطلعها واعملها مع مكرونه. فحبيت اشارك معاكم برضو طريقه المكرونه دي، الولاد الصغيرين هيحبوها قوي. طبعا بحط كده بصل وبحمره شويه، وبعد كده بنزل عليه قطعه كده من اللحمه المفرومه. وبعد كده بقى بتحط بهاراتك اللي هي الفلفل والحبهان المطحون والورق اللورا المطحون، ويعني اللي هي البهارات المشكلة. بتبقى حلوة قوي يا بنات. بص اقولك على حاجة، هي دي مكرونة باللحمة المفرومة عادية، بس يعني عايزة بس هي فيها تكية ان انت تعصجي اللحمة الاول، بتسيبها الاول وتستوي اللحمة كده، تسيبها مع نفسها وتستوي، بتديكي طعم احلى كتير لما بتحطي عليها الطماطم من قبل حتى ما هي تستوي او تتعصج. يعني انت ممكن تقولي كله هيستوي مع بعضه، لا بتفرق خالص اما انت تعصجي كده اللحمة الاول، وبعد كده بتحطي الطماطم وتسيبها كمان ان هي تتسبك كويس، فبتديكي يعني نتيجة افضل ونتيجة احسن. جبت كده فلفلاية خضراء وفلفلاية حمراء وقلت هقطعهم كده عليها.
يعني حتى لو الأكلة بسيطة يا بنات، حاولوا ان انتوا تكتروا من الفيتامينات اللي انتوا بتحطوها. يعني بصوا هقولك على حاجة، هي الأكل هو كله أكل، بس انت ممكن تعملي ايه. يعني أنا مثلا في أي وجبة لازم ببقى شايفة العناصر اللي قدامي في الوجبة لازم تكون كاملة. يعني مثلا فيها فيتامينات، فيها بروتين، فيها كربوهيدرات، فيها بص كل حاجة، كل العناصر الغذائية لازم تبقى موجودة. حتى لو وجبة ما فيهاش لحوم، ممكن بدايل اللحوم طبعا اللي هي البقوليات، اللي هي زي العدس اللي بجبة ده، اللي هو بنعمله بالكشر المصري. الفول، الحاجات دي كلها دي بتبقى بروتين نباتي، فطبعا بتبقى احسن يعني. فحتى لو الاكل بسيط، انت لازم بتدي للشخص او للطفل اللي انت مسؤولة عنه كل العناصر الغذائية بتاعته، علشان خاطر ان هو يعني صحته ومناعته وكده. حتى لو الاكل عندك مش شرط ان انت تطبخي لحمه كل يوم وفراخ كل يوم، لا انت بس حاولي يعني تختصر الحوار في حاجه زي كده، ان انت تبقي كل العناصر الغذائيه موجوده في الوجبه، فهترتاحي. يعني ممكن هتستخدمي البيض كبديل للبروتين. هو طبعا غالي هو كمان، بس مش مشكله، هنعمل ايه. بس في بدايل تانية للبروتين النباتيه، فبتبقى حلوه قوي. شفتوا بقى القرص بقى يا بنات وجمالها. كنت خرجتها ورشيت، ببقى ارش عليها كده ميه وهي سخنه، وبعد كده بغطيها بالفوطه، فبتبقى طريه بقى وتفضل طريه كده معاكي وزي الفل. لو انت بقى وصلت معايا هنا ولسه ما حطيتيش اللايك، دعميني باللايك الجميل بتاعك. ولو انت اول مره تشوفيني ووصلت معايا هنا وعجبك المحتوى اللي انا بقدمه، اتمنى كده تشرفيني وتنوريني وتكوني اختي من اخواتي. شوفوا بقى يا بنات القرص حلوة ازاي، يعني بصراحة جميلة قوي يا بنات، ومش مكلفة خالص. وعلى فكرة زي ما احنا اتفقنا، اي معجنات فيها لبن لازم تحط لها نسبة من المية، عشان خاطر القرص بتاعتك حتى لو قعدت لتاني يوم وهي بره مش في الفريزر. طبعا كلنا عارفين ان القرص ام لبن بالذات لازم بتتعان في الفريزر. ف بصراحة الطريقة دي انا بعملها وبسيبها لتاني يوم، وبتفضل طول النهار معايا كمان تاني يوم، ما بيحصلهاش اي حاجه خالص. بس اهم حاجه تكون متغطيه كويس قوي. وبعد ما بتخرجيها من الفرن بترش عليها كده شويه ميه، تديها صدمه ميه كده، فهتطلع بخار. فبصراحه وهتغطيها هتفضل معاكي طريه وجميله قوي. طبعا كنت عملت كده بطاطس، وقلت بقى احطها في القلايه كده، ببقى احط عليها شويه كده يا بنات من الزيت. يعني حوالي كده معلقه، او يعني تعتبر معلقه. انا برش كده بالبخاخه، لسه ما جبتش البخاخه اللي هي بتاعه اللي هي السلستين دي. بس هي بصراحه حلوه، المفروض ان انا اجيبها، بس بصراحه لسه ما طلبتهاش. بس يا بنات عن تجربتي القلاية دي حلوة قوي. انا لسه بصوا ولسه معرفش هي بتستهلك كهرباء ولا لا. بس بصراحة هي حلوة يعني. حتى لو هي صحيا، انا شايفة ان هي كويسة قوي، بتطلع لك الحاجة يعني متحمرة وكويسة. يعني بما فيش زيت يعتبر، فبصراحة حلوة. يعني صحيا حلوة جدا، يعني انت بتشتري صحتك برضو في الاول وفي الاخر. كنت عملت كده عصير البرتقال مع الليمون. بصوا ده الراعي الرسمي للشتاء عندي. لازم بعمله كتير عشان خاطر البرد وكده، عشان الولاد. زي قلتلك انتي اللي ماشيه الامور في بيتك، وانتي حتى صحه ولادك في ايديك انتي. فحتى المشروبات والحاجات اللي انتي بتجيبيها لازم بتديها لهم، انتي عارفه هي هتديلهم ايه. يعني مثلا البرتقال انا بحط عليه ليمون، بيبقى حلو قوي، طعمه حلو قوي، وانت كده اديتي للولاد فيتامين سي جرعة حلوة قوي. وطبعا هيحبوها. ده هو في الاول وفي الاخر عصير يعني، ومش بكتر فيه السكر خالص. يعني بديله كده حاجة بسيطة، بس يا بنات بجد بيبقى حلو قوي يعني. يعني جربوا كده تعملوا عصير البرتقال حطوا عليه ليمونة، بيبقى حلو قوي. كنت بقى خلصت الحمد لله، الاكل خلص وجهز واتغدينا. يعني الاكل بياخد وقت وبيخلص بسرعه يعني، بس بألف هنا وشفا يعني على اللي اكلوه. قلت بقى اشارك معاكم كمان وانا بغسل كده يعني الروتين بتاعي بعد الغدا. انا زي ما قلت لكم قبل كده، انا ما بسيبش المطبخ خالص بعد الغدا، لازم كده ما اخرجش منه غير لما كل حاجه تبقى زي الفل. عشان خاطر كده ما هتيجي بقى بالليل كده تقعدي كده وتشربي كوبايه الشاي بتاعتك، تبقى قاعده تشربيها كده بمزاج. يعني انت لو سبت الدنيا كده، يعني المطبخ وفي الاطباق والحاجات دي كلها، هتقعدي كده ومش مرتاحة خالص. انما بقى لو ظبطت الدنيا كده والدنيا بقت هادية والبيت بقى زي الفل حواليكي، لا بتفرق خالص يا بنات.
فبجد نصيحتي ليكي ما تسيبيش المطبخ بتاعك. المطبخ ده بالذات هو الحاجة الوحيدة اللي لازم تبقى زي الفل طول النهار. يعني انا مثلا الصبح قبل ما بشتغل في الشقة او اعمل اي حاجة، لازم المطبخ بتاعي ده ابقى خارجة منه ما فيهوش كوباية، عشان خاطر لما اخلص الشغل بتاع البيت وهرجع له ان انا اطبخ، يبقى كده حواليا كده واعصابي هادية. انما لو انتي سبتي كل حاجة وسبتي الدنيا هايصة كده، يعني مش هتعرفي، يعني مش عارفة والله، يعني طبعا كل واحد على حسب ظروفه. بس حاولي بقدر الامكان ان انت المطبخ ده بالذات تبقي منظماه على طول ويبقى نضيف على طول، لان بجد بجد هو اهم مكان في البيت. هيديكي انطباع نفسي سلبي او ايجابي. يعني لو هو كويس هيديكي انطباع ايجابي. لو هو كده يعني مليان بقى مواعين والدنيا مش متظبطه والحاجات دي كلها، هتبقي دايما نفسيتك تعبانه يعني وحاسه ان وراكي حاجه، انت فاهمه، هتبقي قاعده كده لا ده انا لسه هقوم اعمل المطبخ، ده انا لسه هقوم اغسل المواعين. فحاولي كده تنجزي كده اول باول، هترتاحي كتير. طبعا يا بنات، بعد ما بنخلص يعني المواعين وكده، انا دايما ايدي في الجزء اللي هو بتاع الرخامة ده والشباك والبوتاجاز وحوالين البوتاجاز. دول يوميا لازم اعملهم بعد الاكل. اه والله، يعني مش بقول لكم كده عشان انا بصور او حاجة، بس بجد انتوا اخواتي، وعايزه اقول لكم ان الموضوع ده بيفرق جدا جدا. عشان انت لو بنوته ولسه لو بنوته بتشوفني او عند مامتها، او لسه ربنا يكرمها وهتتجوز او كده، عايزه اقولك ان فعلا فعلا الموضوع ده بيفرق. يعني مثلا يعني مش كل حاجه هتسيبيها وتقولي ما انا هعمل التنظيفه العميقه علشان خاطر الدنيا تبقى كويسه. اهم من التنظيف يا حبايبي الحفاظ على النظافه. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لما تنضفي ايدك في الحاجه كده اول باول، مش هتحتاجي اصلا، ممكن ما تحتاجيش اصلا للتنظيف العميق. انت فاهمه قصدي؟ انت متخيله ان انت يوميا بتغسلي بوتاجازك، بتغسلي الحيطه اللي حوالين البوتاجاز، بتغسلي الشباك اللي هو قريب من البوتاجاز، مش بتغسليه بالمعنى الحرفي زي ما انت شايفه كده وانا بعمل كده، انا بديله مسحه. انت متخيله ان المسحه البسيطه دي بتفرق معاكي؟ ان انت تجميع بقى الزيوت وتجميع الدهون والحاجات دي كلها، انت اللي انت بتستهلكيه او اللي انت بتعمليه من الدهون يوميا، انت بتشيليه بعد ما بتخلصي. فايه بقى اللي هيتراكم عشان خاطر ان انت تعملي التنظيف العميق؟ فبجد يا بنات نصيحتي ليكي، سواء انت بنوته او انت يعني ست بيت زيي او كده، بجد بجد الموضوع ده بيفرق معاكي لما ايدك تبقى في الحاجة على طول يوميا. بعد ما بتخلصي كده الاكل وتخلصي كل حاجة وبتظبطي مطبخك، ما تخرجيش منه غير والبوتاجاز بتاعك نظيف، وحوالين البوتاجاز والرخام كده اللي هو جنب البوتاجاز، والازاز بتاعه الزيت لو انت حاطه كده زياته او بتاعه خل او اي حاجه جنب البوتاجاز، لازم ايدك فيها على طول عشان خاطر ما يتراكمش عليها الدهون كده والدنيا تبقى منوره كده وزي الفل. رايكم بقى في الجو ده؟ خلصت بقى الحمد لله، وشغلت كده الفواحة. عايزة اقول لكم ريحتها تجنن تجنن. انا بجيب لها يا بنات اللي هو الزيت العطر اللي بيتحط في العربيات ده. بصوا عايزة اقول لكم بيخلي الشقة ريحتها بسم الله ما شاء الله جميل قوي. فده كان بقى يا بنات روتيني، والحمد لله خلص يومي، خلص بسلام الحمد لله رب العالمين. يا رب تبقى يديمها نعمة علينا كده السكينة والتجمع العائلي اللي هو بتاع بالليل كده، تقعدي كده مع عيلتك تشربي كوباية شاي، تبقى عاملة لهم حاجة حلوة. انتوا بإيدكوا السعادة فعلا يا بنات قرار مش اختيار. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.